اهلا بيكم طلاب تالتة اعدادي. في الفيديو ده هنحل سؤال مهم جدا سيبناه في حصة حل التمارين لانه مهم وعاوز شرح. الفكرة دي بتقولك ايه؟ بتقولك سيارتان الف وب تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متضادين، فإذا كانت سرعة السيارة ألف ضعف سرعة السيارة ب، فإن السرعة النسبية للسيارة ألف كما يراها سائق السيارة ب تساوي نقط. أول حاجة، طالما قلتلي في اتجاهين متضادين يبقى هنجمع ولا هنطرح؟ طبعا هتقولي هنجمع السرعتين، صح كده؟ في عكس الاتجاه أو اتجاهين متضادين هنجمع، تمام. ولكن قبل ما نجمع هو عاوز السرعة بدلالة عين ألف، يعني سرعة السيارة ألف. طب هو هنا بيقولك ايه؟ فإذا كانت سرعة السيارة ألف ضعف سرعة السيارة ب. فسر الكلام ده يا مستر. يعني هتقول له ايه؟ عين ألف مالها؟ بتساوي 2 عين ب. سرعة السيارة ألف ضعف يعني 2 سرعة السيارة ب. طب أنا كده عاوز أجيب ب، عاوز أجيب سرعة السيارة ب. هنا 2 عين ب بتساوي عين ألف، يبقى عين ب لوحديها هتساوي ايه؟ أقسم الطرفين على 2 هتبقى عين ألف على 2، او تعتبر ايه؟ تعتبر بنص عين ألف، او تساوي نص عين ألف. تمام. احنا علشان نجيب السرعة النسبية من القانون، السرعة النسبية بتساوي ايه؟ بتساوي سرعة السيارة ألف زائد سرعة السيارة ب، صح كده؟ هنجمع لأنه بيقولي في اتجاهين متضادين، يبقى هنقوله عين ألف زائد عين ب. عاوزين نعوض بدلالة عين ألف، يعني عين ألف هنسيبها زي ما هي، عين ألف زائد عين ب هنشيلها وهنعوض عنها بإيه؟ بقيمتها، نص عين ألف زائد نص عين ألف تساوي، خلي بالك عين ألف يعتبر هنا في ايه؟ في واحد بس مش بنكتبه، كأنك بتقول واحد زائد نص. واحد زائد نص هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب3 على 2 ونزل عين ألف، عين ألف. يبقى الاختيار معانا هيبقى الاختيار رقم ألف، الاختيار ألف 3 على 2 عين ألف. اتمنى تكون الفكرة واضحة. يا ريت بعد ما نشوف الفيديو تحل السؤال ده تاني بنفسك لو ما كنتش عارفه في الاول. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.